اعزائي المشاهدين، لو انت اول مره تشوفني فاحمد محمود بيقول انا بعمل فيديوهات كوميديه جدا مع ناس خفيفه جدا مش عارف يعملوها ازاي يعني. فلو عجبك اللي احنا بنعمله وحابب انه يوصل لك على طول، وفعل زرار الجرس من جنب زرار السبسكرايب عشان ساعه ما ننزل فيديو يجي لك على طول. ازاي ممكن تنظم وقتك للمراجعه؟ دكتور اكس، دكتور مش بتعطب. قبل ما نبدا، لو عجبك الفيديو ما تنساش تبقى تعمل لايك وقول لي تحت في الكومنتات ايه هي اكتر حته عجبتك في الفيديو. لو ما عجبكش الفيديو ممكن تعمل ديسلايك وقول لي تحت في الكومنتات ايه هي اكتر حته ضايقتك في الفيديو كله، يعني عشان نطور من المحتوى وكده. يعني السؤال ده جالي بدل المره 15000 مره تقريبا. يعني مفيش فيديو انا عملته تقريبا من ال 173 فيديو اللي انا عملتهم قبل كده. هو انت ما بتعملش فيديوهات عن المراجعه ليه؟ والله احنا مش قد المقام. يعني حاول، المفروض الفتره اللي فاتت ما كانش وقته خالص ان احنا نعمل فيديو عن ازاي تراجع، وفي ناس لسه ما خلصتش المنهج اساسا. براعيك اهو، شوف انا عارف. لو انت الحمد لله ربنا كرمك وخلصت المنهج فانت كده تنين مجنح الحمد لله، وتبدا تخش في مرحله المراجعه. لو انت لسه حقير زي ما انت وما بداتش مذاكره، ارجع شوف الفيديو بتاع تنظيم الوقت اللي احنا عملناه قبل كده، وازاي تذاكر وايه هي احسن طريقه للمذاكره. موضوع المذاكره ده قتل بحثا، يعني ممكن ترجع تشوف حوالي 15 فيديو عن ازاي تذاكر وايه احسن طريقه للمذاكره، ويستحسن انت تشوف اخر فيديوهين بس. يعني المهم دلوقتي كفايه رغي كتير. ازاي ممكن تنظم وقتك للمراجعه؟ هما بيعملوا كده ليه؟ المفروض انك اول حاجه تعملها انك تعرف ايه هو عدد المواد اللي انت ضعيف فيها. ضعيف فيها دي معناها ان انت خلاص خلصت المنهج، المدرس خلص المنهج وانت متمكن من كام ماده وضعيف في كام ماده. خد بالك ان الموضوع ده يعني لازم تعمله، ودي اول حاجه. تاني مرحله انك تبدا تشوف المواد اللي انت ضعيف فيها فعليا دي وتقسمهم من الاصعب للاسهل. بمعنى ان انا مثلا مستصعب الفيزياء فهحطها في الاول، مستصعب الكيمياء فهحطها في الاول، مستصعب العربي فهحطه في الاول، وهكذا. يعني اعملهم تدريج من الاصعب للاسهل. تالت خطوه بعد ما ظبطت المواد من الاصعب للاسهل، انك تبتدي تشوف انت عندك قد ايه وقت فاضي في اليوم. يعني انت كبني ادم طبيعي او كطالب ثانويه عامه عموما عندك 24 ساعه في اليوم، ومين اللي ما عندوش 24 ساعه في اليوم؟ ايا يكن خلاص. فاول حاجه المفروض تعملها انك تحسب تشوف انت عندك قد ايه وقت فاضي في اليوم تذاكر فيه. بمعنى ان انت دلوقتي 24 ساعه عندك في اليوم كطالب ثانويه عامه وكبني ادم عادي جدا وكطالب كليه كمان. تبدا ان انت تشوف عدد الساعات اللي انت بتنام فيه بناء على الصوره اللي انت شايفها قدامك دي. الصوره اللي انت شايفها قدامك دي بيقول لك انت المفروض تنام قد ايه بناء على عمرك. فطبعا معظم الناس اللي بتتابعني من سن 17 ل 23 او 24 سنه، فتقريبا هيكون الوقت المناسب من 8 ل 9 ساعات. فاحنا هنحسب بالاكتر في 9 ساعات. فانت دلوقتي لو شلنا من ال 24 دول 9 ساعات اتبقى عندك 15 ساعه فاضيين بدون نوم. طيب حلو قوي. دلوقتي انا المفروض عندي دروس تقريبا ما يعادل 5 ساعات كل يوم. نشيل من ال 15 بقى عندك 10 ساعات فاضيين في اليوم. نشيل منهم الاكل والصلاه والحاجات اللطيفه اللي انت بتعملها في اليوم دي كلها، قول تقريبا حوالي 4 ساعات. فانت كده تقريبا عندك 6 ساعات مذاكره في اليوم. نقول ان انت ممكن تتدلع بتاع ساعتين في اليوم، فانت كده بقى عندك 4 ساعات فاضيين في اليوم مذاكره بس. وخلينا متفقين ان فتره المراجعه مش بالوقت، عمرها ما كانت بالوقت خالص. انا ممكن اذاكر 8 ساعات احصل فيه اللي انت ذاكرته في ساعتين، في حد تاني ممكن يذاكر ساعتين بقد اللي ذاكر 13 ساعه. عادي جدا، كلها قدرات استيعاب. الفكره كلها ان انت تكون متصالح مع نفسك. انا دي قدرتي ان انا استوعب الكم ده في الفتره دي، خلاص مفيش مشكله. يبقى خلاص كده انت عرفت ازاي هتنظم وقتك خلال اليوم. طبعا خلينا متفقين ان فتره المذاكره في اليوم بتختلف من يوم للتاني. يعني النهارده انا حسبت الحسبه دي لقيت عندي 4 ساعات، بكره هلاقي عندي ساعتين، بعده هلاقي فيه 6، وهكذا. فانت المفروض تعمل تراك لليوم بتاعك في اليوم. انا النهارده هذاكر 4 ساعات، بكره هذاكر 5 ساعات، بعده هذاكر 6 ساعات، وهكذا. ودي كده فتره تنظيم الوقت. بعد ما عرفت انت هتذاكر كام ساعه كل يوم من اول يوم السبت لحد يوم الخميس، طبعا انت بتاخد الجمعه اجازه، الجمعه ما بتعملش فيه حاجه تماما. واللي هيبقى عايز يعمل حاجه يوم الجمعه يبقى شيء خفيف، يحل مثلا امتحان او حاجه زي كده، مش يذاكر فيه، لان انت مقضي 6 ايام مذاكره. حتى الجمعه هتذاكر فيه. خد بالك ان اللي بيقدر نفسه بتقدره. يعني خليك ايه كرياتيف كده. ودي كده المرحله الاولى بعد تنظيم الوقت. دلوقتي انت عندك عدد الساعات اللي انت هتذاكره في اليوم، وفي نفس الوقت عندك عدد المواد اللي انت ضعيف فيها واساميهم كمان. والمفروض انك على الاقل واخد فكره عن درس ولا 2، وحتى لو مش واخد فكره ممكن تشوف الفهرس بتاع كتاب الامتحان معاك وتبدا تشوف اسامي الدروس اللي عندك. تبتدي تفر في اول فصل، تاني فصل، تالت فصل، تشوف كل واحد منهم كام صفحه. بعد ما خلصت من الموضوع ده تبدا تقسم الاسبوع بتاعك على المواد اللي انت ضعيف فيها دي. بمعنى ايه؟ دلوقتي انت في 4 مواد ضايعين منك وفي 2 بس انت اللي شاطر فيهم، وانت عندك بالظبط 6 ايام في الاسبوع. احنا قلنا الجمعه هناخده اجازه، فبالتالي انت هتخلي مادتين كل يوم. مادتين كل يوم ده بمعنى ايه؟ ان انا النهارده انا نقطه ضعفي الفيزياء والانجليزي والعربي والرياضه، فانا النهارده المفروض هذاكر ماده كبيره مع ماده صغيره. وليكن مثلا الانجليزي مش كبير قوي زي الفيزياء او مش صعب زي الفيزياء، فانا هاخد انجليزي
وفيزياء، بكره هاخد رياضه وعربي، وهكذا. اللي هو تخلي ماده كبيره قوي او صعبه قوي بالنسبه لك وماده ضعيفه شويه في الصعوبه. دي المرحله اللي بعد كده. بعد دلوقتي ما حددت الوقت وحددت المواد وحددت انت هتذاكر ايه كل يوم، تبتدي تشوف انت ايه مدى استيعابك كل ساعه. يعني ايه الكلام اللي انا بقوله ده؟ مدى استيعابك بيختلف على مدار اليوم. يعني مثلا اما بتصحى في اول اليوم خالص نسبه استيعابك بتبقى تقريبا ما يعادل 100%. بتبدا نسبه الاستيعاب دي بتاعتك تقل لان خلاص انت جسمك زي ما بتصحى مش زي ما بترجع تنام بالليل، يعني بيتعب. فانت المفروض اللي انت تعمله تشوف انت بتستوعب قد ايه خلال الساعه. اللي انا هجيب التليفون بتاعي او اي منبه جنبي وهظبطه على ساعه واحده بس. ساعه واحده دي معناها ان انا هذاكر ماليش دعوه بالوقت خالص، هبعد التليفون عني خالص او هديه لحد ساعه ما يرن يجيبهولي وابتدي اذاكر، اشوف انا محصلتي قد ايه خلال الساعه دي. يعني ذاكرت مثلا 15 صفحه، 10 صفحات، 5 صفحات، ايا يكن. اهم حاجه انك تعرف انا بخلص قد ايه كل ساعه. طبعا هي بتختلف من ماده لماده، جربها في الفيزياء، جربها في العربي، جربها في الرياضه، ايا يكن ايه الماده اللي انت هتختارها. بعد ما عرفت ايه هي قدراتك كل ساعه هتبتدي تقسم المواد الكبيره عندك دي على الساعات اللي عندك في اليوم. يعني مثلا انا النهارده هذاكر 4 ساعات كاملين، ففتره ال4 ساعات دول ذاكر فيهم مثلا عربي وفيزياء. العربي والفيزياء دول المفروض انا في ماده عندي فيهم صعبه جدا وفي ماده منهم قليله في الصعوبه شويه. الفيزياء هي اللي صعبه جدا عليا، فانا هبدا اديها تقريبا ما يعادل 3/4 الوقت بتاعي. 3/4 الوقت بتاعي ده اللي هو تقريبا 3 ساعات من الاربعه. 3 ساعات من الاربعه ده اللي هو انا هذاكر الفيزياء 3 ساعات وهذاكر العربي ساعه واحده بس. بعد ما ابتديت تحدد عدد الساعات اللي انت هتذاكره في اليوم وعرفت المواد وعرفت عدد الصفحات اللي انت هتذاكره برضه، ودي كده الحاجات اللي المفروض تعملها في اول اسبوع ليك في المراجعه. تبدا بقى بعد كده تخش على مرحله النسيان. النسيان من اكتر المشاكل اللي بتقابل اي حد في مرحله المراجعه. بذاكر من هنا وبذاكر من هنا وبذاكر من هنا وبذاكر من هنا، اعمل ايه طيب؟ انا مش المصادر كتير جدا ومش عارف افهم حاجه. فانت المفروض تستعمل حاجه اسمها SRS. SRS او تكنيك النسيان زي ما انا سميته عموما، حاجه بسيطه جدا. ان انت المفروض دلوقتي النهارده ذاكرت الفيزياء والعربي اللي عندك في اليوم. دلوقتي انا ذاكرت الفصل الاول في الفيزياء و5 فصول قصه عربي مثلا. ده المفروض لو انا ذاكرتهم يوم السبت هعدي يوم الاحد والاثنين، هيجي يوم الثلاث اللي هو المفروض اساسا يوم الكيمياء والانجليزي هراجع فيه مراجعه سريعه جدا على الفيزياء والعربي. وبعد كده خلصت يوم الثلاث هيجي يوم الخميس اللي هو يوم العربي والرياضه مثلا، هراجع فيه برضو على العربي القديم والفيزياء القديمه، هعدي يومين وهذاكرهم يوم الخميس. وخد بالك ما تستصعبش الموضوع وتحس ان الموضوع مبهوأ وكبير جدا، بالعكس والله. اول مره مذاكره بتبقى هي اصعب مره في حياتك، لاني انا اول مره اشوف الحاجات دي وبتبقى اقل مرحله تحصيل ليك، لانك انت اول مره تشوف الدرس واول مره تذاكره، فانت نسبه استيعابك هتبقى قليله، فما تتعقدش، طبيعي جدا. وطبعا خلينا متفقين ان محدش بيوصل لمرحله التحصيل التام او انا راضي بالتحصيل اللي انا جبته غير ناس قليله جدا. في منهم ناس كتير جدا بتتعقد وتبطل، انا مش هكمل لحد كده، هو كده زي الفل، انا هخش باللي انا عارفه. خليك انت هتتهان. ما بحبش النفاق بصراحه. الناس اللي بتخش كده عشان انا كنت واحد من الناس دي صراحه، يعني انا دخلت اتهنت، اكذب عليكم. المهم ده التكنيك بتاع النسيان او SRS بشكل عام. طب دلوقتي بالنسبه للمذاكره انا هذاكر ازاي؟ هتذاكر ازاي؟ المفروض ان يستحسن في فتره المراجعه انك تذاكر 45 دقيقه كل ساعه وتريح 15 دقيقه كاملين. بمعنى ان انا دلوقتي عندي 4 ساعات مذاكره في اليوم، ال4 ساعات دول هذاكر في كل ساعه 45 دقيقه وهريح 15 دقيقه، امسك التليفون، اقف في الشباك، اعمل اي حاجه، بس 15 دقيقه بس. ما تشتغلش نفسك عشان احنا خلاص دقت ساعه العمل. ده اسلوبك كل ساعه. طب دلوقتي انت هتقول لي انا كده مش هذاكر ال4 ساعات كلهم. لا يا خفيف، ما انت مش هتذاكر ال4 ساعات بس، هتذاكر 5، لانك انت دلوقتي لو جيت شلت ربع ساعه من الاولى، ربع ساعه من الثانيه، ربع ساعه من الثالثه، ربع ساعه من الرابعه، بقى عندك ساعه زياده، فانت كده هتذاكر 5 ساعات مش هتذاكر 4. طب هتقول لي خلاص، طب انا هذاكر ال4 ساعات كلهم، ايه اللي يجبرني ان انا اريح يعني؟ اقول لك براحتك، لكن الدراسات بتقول ان عقل البني ادم بيوقف شغل او تركيز بعد 45 دقيقه بس. فانت لو اتشبحنت وقلت حاجه وتخلص وخلاص على كده، هتلاقي نفسك فيصت بعد اول ساعتين ومش هتبقى عايز تعمل حاجه تاني. بس ده كده اللي احنا كنا عايزين نقوله في المراجعه، واتمنى يكون الموضوع بسيط، واتمنى تكون فهمت الموضوع بشكل ما. طبعا لو انت مش مشترك في القناه وعجبك اللي احنا بنعمله ممكن تدوس سبسكرايب من تحت، واعمل تفعيل لزرار الجرس من جنب زرار السبسكرايب عشان ساعه ما ننزل فيديو يجيلك على طول، واعمل لايك للفيديو لو عجبك، ولو ما عجبكش الفيديو اعمل ديسلايك وانزل اشترك تحت في الكومنتات عادي جدا، احنا ما بنزعلش يعني. وقول لي تحت في الكومنتات ايه هي اكتر حته واسوأ حته عجبتك في الفيديو كله. سلام عليكم.